أروع قلب اللوز جبتو لكم اليوم بلا سمن بلا لبن بلا ميكسر، ديريه ويجيك روعة الروعة. يجيك واحد قلب اللوز شوفوا كيجي داير طري معسل. ونسيت ما قلت لكمش باللي درتو في نهارو ما خليتوش يبات. ما تنساوش البنات بداو ديروا لنا جيم، ديروا لنا بارطاج، حفظ الوصفه، وما تنساوش الاكسبلور. نبداو الوصفه شافيها. نحطو هنايا 4 كيسان سميد. السميد اللي نعبرو به تاع 220 مليلتر اللي مالف نعبرو به كاع في حلوياتنا. نديرلكم انا غير بالكاس بتجيكم ساهله. درت قرصه ملح، درت مغرفه صغيره لافاني، خلطهم كيما راكم تشوفوا. ونروحوا نوجدوا باش نشمخوا داك السميد. نحطوه في الكسرونه تاعنا 2 كيسان سكر بنفس الكاس، نكملوا نعبروا. ونجيبوا كاس ماء. انا رايحه ندير ليكستري تاع المزهر. اللي ما عندهاش ليكستري تاع المزهر دير نص كاس ماء ونص كاس مزهر. ونروحوا لذاك السميد ندلو 2 مغارف زيت كيما راكم تشوفوا. نخلطهم كيما هكا، تبغوا بيديكم تبغوا. ما كاش من هذيك اللي تقبضي السميد وتحكيه مع السكر نيشان هكا. كي سخن هذاك السكر والماء درت له ليكستري تاع المزهر، خليته 1 دقيقة وجبته مباشرة فرغته على داك السميد كيما راكم تشوفوا. الكيفية راهي سهلة واضحة كيما راكم تشوفوا. لا فيديو راهي تشرح وحدها. نخلطوا داك السميد مع داك السكر اللي ذوبناه مع الماء. نروحوا نوجدوا دوك الشربات. شافيها الشربات عندنا 2 كيسان سكر. نحطوهم في الكسرونه، نديروهم فوق النار كي يتكرمل شويه كيما راكم تشوفوا. نشوفوا الحواشي برك بداو يتكرملوا. نديروا الماء 4 كيسان. نحوس على لا كولور هذه كيما راكم تشوفوا البنات، بيجينا قلب اللوز تاعنا يجي محمر، تجي لا كولور تاعو شابه. درنا هنايا 4 كيسان ما. نخلوها تغلي واحد 10 دقائق ونطفوا عليها. نروحوا نوجدوا الحشو. درت هنا واحدة 3 مغارف 4 تاع لوز مطحون بقشورو. ونزيد ندير من داك السميد اللي شمخناه تاع قلب اللوز. ندير واحد 2 مغارف ولا كبار. انا هنا عندي سنيوه صغيره، راح ندير ديك السنيوه تاع 24 على 30. نشمخ داك اللوز ودرت له مغرف صغيره كاكا ونشمخوه بالمزهر. نروح نزيد نخلط هذاك السميد. خليته واحد مامبا نص ساعه. كي وجدت الشربات وجدت السنيوه تاعي حطيتها وقسمته على 2. عسليه شويه هكا بيدك، خلطيه وجيبي السنيوه ديري لها شويه زيت مشيه كامل. هي من الأحسن ديري الزيت باش تمشي لك العجينة تاع قلب اللوز. نحطو النص الأول نديرو عليه ديك لافاخس اللي وجدناها بلا ما تحليهم كامل، تحطي كلش هنا على بعض. ونبداو نخبزو فيهم ضربة واحدة كيما راكم تشوفوا باستعمال السمن. مرة على مرة هكا غطسي يدك في السمن وخبزي حتى تورلي لك على كامل قد السنيوة. تسقمي السطح تاعك بالكوبات وتجيبي تقسمي الحبات تاعك باش تعينيهم بحبيبات لوز ولا كاوكاو اللي عندك، ولا تخليهم هكا ما يهمش. شوفوا البنات قسمت على 2 ومن بعد زدت قسمت كل نص على 2 هكا بيعطينا حبات كيف كيف. هذه هي الطريقة. ورانا دايرين الكوشة تسخن، هو يطيب على كوشة يعني على نار معتدلة 180 حتى 200 درجة. شعليلو غير من التحت كي تشوفيه طاب من التحت باش تشعليلو من الفوق كيما راكم تشوفوا. كملنا التزيين تاعو، دخلناه للكوشة طيبناه كيما قلت لكم، ومباشرة تسقيه بالشربات باردة تكون بردت وهو سخون. هذه هي كيما راكم تشوفوا النتيجة يجي أحسن. المرة الجاية نديروا قلب اللوز اللي تبيتوه. ها شوفوا النتيجة كي جا قلب اللوز ولا أروع. البنة ما نحكي لكمش الشكل كذلك ويطيب في نهارو. ما تبيتيه ما تقارعيلو هذا هو قلب اللوز يجي روعة، خاصة اللي ما ينجح لهاش قلب اللوز الآخر. ديري هذا جربيه وإن شاء الله ينجح لك. إلى وصفة جديدة إن شاء الله.